الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. تعالوا بقى نعمل مع بعض كده حاجة حلوة تستاهل بقكم. هنعمل ايه يا حبايب قلبي يا غاليين؟ هنعمل كنافة بالمانجا. معانا ده نص كيلو كنافة، انا جبته وشلته في الفريزر اهو عشان نعرف ايه نفكه كده حلو من بعضيه. بصوا لما تحطيه في الفريزر بتيجي بقى بسهوله كده يتفرك معاكي. نفركه كده وننعمه. اول ما تطلعيه من الفريزر على طول تبداي تفركيه كده، نفكه من بعضه كده عشان لو سبتيه ثانيه واحده هيفك من التلج ويطرى ويرجع زي ما كان. صلوا على النبي بقى، وحدوا الله وقولوا لا اله الا الله وحطوا لايك. كملوا الفيديو معايا للاخر. هفك الكنافه وارجع لكم عشان الفيديو ما يطولش عليكم. بصوا حبايبي، بصوها كده فركتها بالشكل ده. انا طبعا ما عملتش النص كيلو كله، شلت الحبه دول عشان هيبقى كتير، فبدل ما اشيلها محمره اشيلها كده احسن في الفريزر لما احتاجها اطلعها. معنا بقى حوالي ايه مج الا ربع كده او يزيد يعني عن النص، حاجه بسيطه. سكر بودر. ما عندكيش سكر بودر حطي سكر عادي، يعني مش هيجرى حاجه. قلبه كده في الكنافه. تاني حاجه يا حبايبي هننزل بقى ايه بالسمن بتاعنا. ده مج اهوت سمنه على زيت. هنقلبه برضو كده، استحسن يعني تخليه يفك شويه عن كده عشان انا حطيته في الفرن بس ما فكش يعني بالدرجه اللي انا عايزاها. بصوا حبايبي انا كده بعد ما يعني خلطتها بالسمن كويس، نقلتها طبعا في الصينيه هنا على نار بقى كده ايه، ونفضل نقلب فيها لحد ما تاخد اللون الذهبي. انا طبعا نسيت وحطيت المج السمن كله عشان انا شلت طبعا منها حبه، يعني المفروض ما كنتش احطه كله. فلو انت عامله نص كيلو حطي المج، عامله اقل ما تحطيش مج سليم عشان ما تبقاش تقيله يعني. ماشي يا حبايبي، هحمرها بقى لما تاخد كده اللون الذهبي كده، ونخلي ايدينا فيها ونقلب على طول عشان ما تتحرقش مني، وارجع لكم. بصوا حبايبي كده اللون ده حلو قوي مع التقليب المستمر، ولو ما تعليش النار قوي عشان ايه ما تتحرقش منك، لان عايزه تقليب مستمر، لان مجرد ما بتقلبي الجنب ده تلاقي الجنب ده ايه خلاص هيتحرق. مستحسن يعني ما تحطوش السكر البودر ده ولا اي سكر عليها في اثناء التحمير كده. حطوا لها السكر الشربات بعد ما تتحمر وتبرد، لان السكر معاها كده هو حلو كل حاجه وجميل زي الفل بس بيكرمل بسرعه. يمكن هو اللي ساعدها برضو معاها ان هي اتحمرت بسرعه كده. انا كده رفعتها من على النار اهو، هسيبها بقى تبرد خالص خالص ونروح نعمل ايه الكريم شانتيه بتاعنا ونقطع المانجا الجميله بتاعتنا. ماشي يا حبايبي، يلا بقى نسيب الكنافه تبرد ونروح نعمل بقى الحاجه. بصوا حبايبي احنا معانا كده ايه ربع كيلو من الكريم شانتيه. انا كنت واخده بس منه 3 معالق. بصوا الكوبايه دي مليانه، هو ربع كيلو، ومعايا حبه في الكيس احطهم. هنحط يعني ايه كوبايه الا ربع ميه ونشوف. طبعا انا ايه بسم الله المضرب بتاعي بايظ، فهنستخدم الخلاط. شفشق الخلاط كده عادي خالص. بسم الله. الحبه الباقيين اهو
هو في بقى الخام وفي يعني بيبقى في سكر، هو ده في سكر، بس انا حاسه ان ايه دي لا برضو احنا بنعمل حاجه حلوه عايزين سكرها يبقى حلو. احط لها برضو ايه معلقتين كده. اضربها بقى في الخلاط وارجع لكم. بصوا يا حبايبي انا ضربته طبعا ايه وما جمدش قوي، طبعا ده بيرجع ايه بقى لنوع الكريم ونوع المكان اللي انت جايبه منه الكريم. هو المفروض ان انا بعمله في الخلاط بيجمد عن كده برضه، يعني الخلاط مش هو لو بالمضرب يكون احسن، بس الخلاط مش هو المشكله. يعني لما بتبقى نوعيه الكريم مش مظبوطه ما بتديكيش نتيجه حلوه. فهنحطه بقى في التلاجة كده قبل ما نقطع المانجا عشان ايه ما يسيحش اكتر من كده. اقطع بقى المانجا دلوقتي. بسم الله. المانجا دي بسم الله. كنت ايه يا حبايبي جايباهم يعني بقى اللي كانوا جامدين عن كده يعني، بس هم قعدوا عندي في التلاجة. بسم الله ولا قوة الا بالله. بستوي شوية فعادي برضو يعني المانجا بتاع دلوقتي جامدة. قطعها بقى كده مكعبات، متسيبش حاجة في القشرة طبعا. احلى مانجا بقى للكنافة اللي هي بتاع دلوقتي دي. سوري. اقطعها بقى كلها بالشكل ده وارجع لكم. بس يا حبايب قلبي بصوا كده انا قطعت المانجا ايه مكعبات كده. هنعمل ايه بقى تاني حاجة؟ هنحط الشربات ده على الكنافة. ده شربات انا عاملة كوباية سكر ونص مية ونص ليمونة، وقبل ما اطفي ضفت عليه واحد فانيليا. خليته بعد ما يبدأ يغلي كده 10 دقايق. هو طبعا عشان كمية السكر حلوة وكمية المية مناسبة عليها فما خدش وقت. وبقى بالشكل ده بصوا عشان نحط كله برضه طبعا هنشوف عشان ما يكترش منه. شوف هنحتاجه ولا لا. ممكن نحط حبة كده وخلاص. نقلب كويس كده عشان كل الكنافة تاخد من السكر وتبقى كلها ايه طعم واحد، مش جزء ناشف وجزء دلع والكلام ده. ما نحطش السكر ده خالص وهي الكنافة سخنة، هتبصوا تلاقوها مسكت كده في بعضها بقت حاجة كده مش هتعرفوا تتعاملوا معاها وهي سخنة. لازم السكر يبقى بارد والكنافة باردة برضه. بس يا حبايبي نجيب بقى القوالب بتاعتنا، اي حاجة بقى انت تعبي فيها ايا كان ايه اللي عندك، ونبدأ نحط جزء الكنافة. مش عايزين ايه نكتر الكنافة اوي، فيها كده حاجة خفيفة. دي كده بالنسبة لأول طبقة كويسة. علب بقى بولات اي حاجة عندك. حابة تعملي بقى مشروع طبعا لازم يعني ايه كلنا نفكر ايه نطلع من الأزمة دي ازاي. اي حد يقدر يعمل فكرة مشروع او اي حاجة يعملها. وساعدي جوزك وما تسيبيش المسؤولية كلها عليه. بعد اذنه طبعا لازم تاخدي اذنه
وبعد كده ايه ربنا يكرم الجميع. بصوا حبايبي انا حطيت الكريم في الكيس الحلواني كده عشان ايه يتحط معانا. طبعا هو مش جامد، هو باي حاجه يتحط. انا مش عارفه يعني في الحالات اللي زي دي الواحد ممكن يعمل ايه. لو انتوا عندكم فكره اي حد بيشوفني يقول لي. نحط بقى طبقه كده من المانجا، وبعدين طبقه من الكنافه، وبعدين طبقه كده من الكريمه. انا عندي لسه ما بحط جزء جزء عشان انا شايفاها ايه مش يعني سايحه كده. بصوا بقى الشكل والجمال بتاعنا النهايه. نجيب معلقه تانية طبعا نحط بقى بيها المانجا. حاجه كده اخر عسل. عندك ضيوف بقى، عندك مش عندكش ضيوف، اعملي لنفسك ولولادك ودلعي نفسك بألف هنا وشفا. بصوا الشكل عامل ازاي، حاجه كده تحفه. بصوا حبايبي طبعا كميه الكريم دي كانت ممكن تديكي كميه كبيره جدا لو هي ايه نجحت معاكي. بس ده زي ما قلت لكم بيرجع للنوع الكريم والمكان برضو. يعني في ناس بتبقى جايبه حاجات يعني جودتها مش عاليه فايه ما بتطلعش حلوه. انا لسه معايا كميه كنافه وكميه مانجا ما اتعملتش، اجيب لهم طبعا كريم واعمله. اهم حاجه اصلا في الحاجه الحلوه بتاعتنا دي المانجا والكريم، هما دول اللي بيظبطوها. ايه رايكم بقى، يستاهل لايك ولا ما يستاهلش؟ حطيتوا لايك ولا لسه؟ بس يا حبايبي وكده وصلنا للنهايه، وكده عملنا الكنافه بالمانجا بتاعتنا الجميله، شكلها جميل وزي الفل تستاهل بقكم. وطبعا نحط بقى لايكات كتير عشان الفيديو يترفع. اللي بيشوفنا لأول مرة مشتركش في القناة يشترك في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم منا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.